إن الفنان المبدع هو نتاج وحدة الرأي بين الناقد والمتلقي، الأول بعين الخبير الدارس، والثاني بعين الحس الصافي والعاطفة، والاثنان يتفقان على أن هذا العمل الفني حاز إعجاب الناقد بالتقييم العلمي، وحث إعجاب المتلقي على الاقتناء. بهذه البساطة يحوز الفنان على مصداقية فنية في نظر المجتمع. بحضور الفنان التشكيلي الدكتور خالد سرور والعديد من الفنانين والفنانات التشكيليين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي ومتذوقي الفن، تم افتتاح معرض الفنان التشكيلي إبراهيم الطنبولي، وذلك بإحدى قاعات الفن التشكيلي بالقاهرة. لوحات المعرض متعددة المقاسات والخامات والألوان. يضم معرض الفنان التشكيلي إبراهيم الطنبولي على حوالي 40 لوحة فنية تشكيلية متعددة الخامات والمقاسات والتقنيات والألوان، ميكس ميديا على الورق وزيت على التوال، بأسلوب تعبيري تجريدي يتميز به الفنان. اللوحة عند الفنان التشكيلي إبراهيم الطنبولي تقف بين التعبيرية والتجريد، تخضع للحظة من التراكم الخطي واللوني، ينم عن تلقائية مفرطة وخضوع تام لصدفة الاختيار وتلك النزعة الحرة بلا خوف. فهي ليست الجيوكوندا أو الجارنيكا، ولكن أهم ما يشغل هذا الفنان هو الوصول إلى تقنين تكنيك يحمل بصمة الطنبولي، أساسه اللون ولمسة الفرشاة، بذلك الانفعال اللحظي. رسوم ولوحات الفنان إبراهيم الطنبولي تحمل سمة مصرية أصيلة، فهو من الأسكندرية، مدينة يلعب فيها الضوء دورا كبيرا. في الضباب تتبدى تلك الأضواء الغامضة تشع من المعرض ده بيمثل فترة حوالي 10 سنين، من 2010 من 2013 نقول ل 2023، وهي بيحتوي على مجموعة كبيرة من التجارب. اللي أحب أكلمكم هو عن تجاربي الشخصية قبل المعرض. أنا عرضت في مصر وفي بلاد كتير، وعرضت في كندا، في استراليا، في انجلترا، في المانيا، في ايطاليا، في تونس، وشاركت في ملتقيات دوليه كتير، وحصلت على جائزه كبرى في بنالي شرم الشيخ الدولي في 2018، البنالي الثالث. وكان معانا حوالي 50 فنان ايطالي من افضل الفنانين في ايطاليا،
والحمد لله لجنة التحكيم كانت بالإجماع ادتني الجائزة الكبرى. أنا بعتز طبعا بالجائزة دي، بالإضافة إن أنا أخدت جوائز كتير من أيام ما كنت طالب في كلية التجارة، وكنت بشتغل نحت أيامها، وأخدت جايزة على مستوى الجامعات في النحت. تجربتي إن أنا حاولت أدور إن أعمل ليا شخصية منفصلة من أول ما بدأت، من وأنا شاب صغير أو من أثناء الطفولة كمان. لقيت الحركة التشكيلية اتعمل فيها كل حاجة، كل المدارس اللي اتعملت، مدارس كتير وحاجات كتير، وبدأت الحاجات دي تتحول لكلاسيكيات، وبدأ هو ده اللي بيدرس في كليات الفنون وفي كليات الفن. أنا حبيت إن أنا يكون ليا تجربة مختلفة خالص عن اللي عاشها الفنانين التانيين، لأن مهما عملت اللي اتعمل كل حاجة، فالحاجة الوحيدة اللي ما اتعملتش الحياة اللي أنا عشتها. حبيت أعبر عنها بصدق بدون افتعال، ويكون ليا تجربتي الخاصة فيها، اللي يكون بحاول إن أعمل إضافة ولو بسيطة جدا في الحركة التشكيلية. وفعلا هو ده اللي بدأت بيه، ولقيت إن أحسن حاجة عشان أبدأ بيها عشان أعبر عن نفسي بصدق تجربة بسيطة كانت في علم النفس اسمها الإسقاط الإدراكي، اللي بتقول إن كل إنسان في حياته بيمر بتجارب كتيرة وأحداث كتيرة. الأحداث دي كلها بتتخزن في مخزون داخلي عنده اسمه اللا شعور. الإنسان ما بيفتكرهاش غير لما يكون عنده أي مثير معين، يفتكر حدث معين، زي ما بنسمع أغنية نفتكر موقف معين، نشوف أي شكل يفكرني بمكان معين، الحاجات دي كلها. فأنا حبيت أستخدم الفكرة دي في الأسلوب الرسم بتاعي، إن أنا بقيت أحط خامات مختلفة خالص وأعمل تشكيلات مختلفة بدون ما يكون في ذهني أي فكرة عن الموضوع اللي أنا هعمله. يقول الناقد والفنان خالد هنو في لوحات الفنان إبراهيم الطنبولي: شحنة قوية من الانفعالات والعواطف المتدفقة بلا حدود، تلامس شغاف قلبك مباشرة لتكون جزء من اللوحة وبطلا من أبطال شخوصها. وهذا ما كنت أشعر به دائما وأنا أنظر إلى أعمال الفنان إبراهيم الطنبولي، فأجدني منساقا إلى تكويناته العبقرية ومحلقا إلى أزمنة ومراحل مختلفة من عمري، تخالطني مشاعر متضاربة من الحنين والذكريات. أعمال الفنان إبراهيم الطنبولي كأنها سيمفونية، إنه اتجاه منفرد ومدرسة جديدة رائدها الفنان بجدارة، هي الرومانسية التعبيرية، والتي جمعت مميزات وسمات كلا من المدرستين، فأخذت من الأولى العاطفة والخيال والإلهام والتعبير عن العواطف والأحاسيس والتصرفات التلقائية الحرة، وأخذت من الثانية قيمة الخط وحرية اللون والتكوين المفتوح وعدم التقيد بالواقع.
إذا كان ثمة وجه تقارب فكريا ووجدانيا وجماليا بين المدرسة الرومانسية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر والتعبيرية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، حيث كانت كل منهما ثورة على الكلاسيكية وتعبيرا عن وجدان الفنان وتدفق خياله للتعبير عن الانفعالات النفسية والعاطفية من خلال تعبير فني إنساني يلعب اللون فيه دورا أساسيا مع اختلاف أسلوب كل منهما. فقد كانت التعبيرية أكثر تحررا وأقوى انفعالا. بعيش تجربة وببقى مندمج تماما مع العمل. بيبدأ من التحضير وده بيمثل 90% من العمل، وبستخدم الألوان وبحب إن أحط ألوان مبهجة أدي حالة بهجة مهما كانت الحالة النفسية اللي كنت بشتغل فيها. وبعد كده ببدأ أشوف إيه اللي أنا شايفه، بيتبان لي أشكال معينة من خلال الخطوط والألوان والتحضير اللي عملته، فببدأ أأكد بعض الحاجات اللي أنا شايفها واخليها unfinished، يعني مش منتهية تماما بحالتها الطبيعية خالص، وبحاول ان اعمل ديستورشن فيها او انا بشوفها بالديستورشن اللي ظهر لي. فدوت كل ده ابدا اشتغل وابدا اكد الحاجات دي واسيب اللوحة غير منتهية لكن مدياني احساس باللي انا شايفه. وبعد كده بتفرج عليها كمتلقي عادي جدا وابدا احلل ايه اللي انا شفته وايه اللي انا عملته، الاقيه فعلا كان بيعبر على حالتي النفسيه بالظبط اللي عملتها. فكل ما حصل في مصر في حياتي في مصر وبره مصر هو نقلته في لوحاتي من خلال الطريقه اللي بحاول ما افتعلش فيها. مش لازم احط رموز معينه او حاجات معينه عشان اقول الفكره او يبقى في تيمه معينه هي اللي واخد فيها. انا بسيب نفسي بحريه تامه، عشان كده مش هتلاقوا ولا لوحه متكرره في الاعمال دي. وعلى مدى حياتي كله ما فيش عندي لوحات متكرره خالص، فاللوحه هي بتطلع مره واحده وانا ما اعرفش اعملها تاني يعني. فدوت انا دي طبعا الطريقه اللي بقول عليها دي جربتها في ورش عمل قبل كده، لقيت النتائج مبهره جدا وطلعت فنانين بداوا يشتغلوا في الاسلوب دوت وبداوا يشوفوا يدوروا عن نفسهم وعلى شخصيتهم. لانه الاكتر حاجه سائده انه بنشوف فنان نجح معين نجري كلنا نقلده، لكن احنا عندنا مثلا زي فنان طبعا الكبير بيكاسو عمل مدارس كتيره وكل مدرسه كبيره جدا لانه كان بيدور على نفسه وكان هو بيعمل بدون افتعال، كان بيدور على شخصيته وكان بيحاول ان هو يضيف حاجه للحركه التشكيليه في العالم، وهو فعلا اضاف كتير جدا. يقول الفنان إبراهيم الطنبولي: لوحاتي هي الحالة الإيجابية التي أسعى إلى نقلها للمتلقي عبر عناصر من واقع الحياة ذاتها للعديد من الأشياء، منها الموسيقى والمرأة والطيور والحيوانات وفن الموروث الشعبي والثقافي والحضاري. كل ما أفعله هو التعبير عنها من دون افتعال. ويأتي المعرض واللوحات كنتاج لرحلات طويلة خضتها في الفترات السابقة بين عدة بلدان، إضافة إلى حياتي اليومية في الإسكندرية.
لوحات المعرض لوحة المهرج، يقول عنها الفنان إبراهيم الطنبولي: شخصية المهرج ثرية وحية جدا، ليست بمفهومها الضيق حيث شخص يضع قناعا وألوانا لإضحاك المشاهدين عبر حركات بهلوانية، وإنما هؤلاء الموجودون على مر الزمان ممن يحملون قيما عطائية وإيثارا، هي تعبر عن الأقنعة التي يرتديها بعض الناس لإسعاد الآخرين من دون أن يعبر ذلك عما داخله. يستعين الفنان التشكيلي إبراهيم الطنبولي في لوحاته بالموضوعات والألوان والخامات المختلفة من دون تحضير لفكرة مسبقة. يقول الفنان: بعدها أخوض رحلة تأملية بحثا عن الأشكال التي أراها، ثم أبدأ في إيضاح هذه الأشكال بأسلوب اكتسبته من خلال تقنيات وتجارب كثيرة في التعامل مع الخامات والألوان المختلفة عبر التوحد مع سطح اللوحة أثناء ممارسة العمل الفني. طبعا الفن التشكيلي عامة هي لغة التعبير بيها باللون، بالكتلة، بالفراغ، بالخامات المختلفة، كل لغة شكل. احنا كتير قوي بيخش المعرض عايز يترجم اللوحة دي معناها ايه ودي معناها ايه ودي معناها ايه، مع ان القضية مش هي المعنى، ان هي مش فزورة. لكن انت كل مرة الاعمال بالذات بالطريقة اللي انا بعملها كمان بتخلي كل مرة المتلقي بيشوف اللوحة بطريقة شكل حسب حالته هو النفسية. عشان كده انا ما بحبش اسمي اللوحات، لان انا لو سميت لوحة هيبقى هو بيدور على اللوحة الكلمة دي فين، اللوحة معناها دي ايه. لكن احنا لما بنسمع موسيقى ما بتترجمش النوتة ما بتترجمش، لكن بتنقل لك احساس، بتنقل لك حالة، بتفكرك بذكريات، بتسعدك، بتبكيك، كل ده بلغة الشكل. لو احنا بدأنا يبقى جمهور الفن عندنا بيخش يتفرج مش على انه داخل يحل فوازير، هو داخل يتفرج على عمل وإبداع ولون وكتلة وفراغ وحاجات كتير قوي، متعة تانية خالص لما المتلقي يسيب نفسه ويتفرج على الأعمال ويشوفها بالمنطق ده. هي الفكرة مش كلمة ولا جملة ولا قصيدة شعر، كل نوع من الفنون ليه طريقة التعبير بتاعته. يستخدم الفنان إبراهيم الطنبولي في لوحاته عدة خامات ميكس ميديا مع الألوان الزيتية، ويرفض الفنان أن تصنف لوحاته ضمن مدرسة فنية بعينها، إذ يرى أنه يتميز بأسلوب خاص وحالة وجدانية لا يحكمها العقل، ويصف ذلك بأنه الإبداع، مؤكدا أن إطلاق الروح والوجدان لتشكل رؤية اللوحة من أساسيات الإبداع. ويعطي قوة في التعبير: لا أبحث عن المعاني الأدبية ولكني أبحث في لغة الشكل، فرغم أن أعمالي تعبيرية إلا أنها بعيدة عن الماديات وقريبة جدا من الروحانيات.
إن الفنان إبراهيم الطنبولي عندما يرسم لا يفكر أو يحضر للعمل من خلال سكتشات أو يضع تخيلا مسبقا للعمل الفني كما يضع كثير من الفنانين، بل فقط يقفز إلى السطح الأبيض بفرشاته الممزوجة بعجائن اللون الصارخ، ثم تحركه اللوحة حيث ترى هي لا كما يريد ويغوص في أعماقها، وتتجلى له شخوص لم يرسمها ورموزا لم يقصدها، لكنها مندفعة من أعماق وجدانه. لوحات الفنان التشكيلي إبراهيم الطنبولي مشبعة بضربات الفرشاة المحملة بألوان الشمس وأمواج البحر. الفنان يرسم أولا ثم يكسبهم بألوانه الوحشية الجريئة الروح والنبض والوجود الجمالي على نحو قريب من النسيج التجريدي، إنما في أداء يتسق مع التجربة المتميزة لفنان يعشق حيوية الحياة. تتميز لوحات الفنان بسطوحه دائمة الحركة وكأنها مقتطفة من مشهد طازج، وتوظيف خطوطه وتحررها لخلق شخوصه ومفرداته المحملة بالدلالات والمعاني. ومعرض الفنان التشكيلي إبراهيم الطنبولي.